مرحبا عليكم يا ابطال. للي تحبون التمارين المنزليه جبت لكم اليوم تمرين باستخدام عصا، لا معدات ولا اشياء راح تكلفكم. خليكم من نهايه الفيديو، بس قبل كل شيء سووا حركه الاكسبلور المتابعه حتى غيركم يستفاد من هذا الحساب. هاي التمارين سووها ورا الفطور بساعتين للكبار وللصغار. نبلش بالتمرين الاول. التمرين الاول اللي هالشكل، تخلون العصا مستوى الجسم، تزموها هالشكل. تمارين كلها سهله طبعا، بس ان شاء الله تستفادون من عندها. نبلش 1 2 1 2 1 2. اذا اردت احسب شلون احسب؟ ابلش هاي 1، هاي ما احسبها. 2 3، احاول على السريع. 4 5. مثلا اسوي هذا التمرين اقسمه على 4 جولات، 5 جولات، ارتاح 20 ثانيه 10 ثواني، ارجع نفس الحاله اسويها. اسوي على 50 60، احاول اشد ببطني. التمرين الثاني نفس الوقفه، بس شنو؟ رجلي بكان ما اصعدها عدل، لا اصعدها هالشكل. 1 2 1 2. نبلش 1 2 3. هم اشد ببطني. 4 5. زين، هذا التمرين الثاني. التمرين الثاني طبعا يستهدف الخواصر، نفس الحاله، هم تنقسم على 4 جولات الى 5 جولات، هم كل جوله 20 25 30. تمارين كلها سهله، لا اجهزه ولا معده، مجرد عصا 500 دينار. التمرين الثالث اللي هو هم نفس الحركه نفس الاداء، بس شنو؟ احاول رجلي اسدهن. وش اسوي؟ اقدم العصا شوي منه. وش اسوي؟ افر بالعصا. 1 2 3 4 5. احاول اشد بالخصر. 6 7 8 9 10. هاي اسويها 4 جولات 5 جولات، هم كل جوله 20 30 40. بيك ما بيك، تمارين كلش سهله. هاي التمارين سووها ورا الفطور، لا معدات ولا اجهزه ولا دوخ. هاي التمارين للصغار وللكبار، وان شاء الله اقرب وقت هم راح انزل لكم تمارين للبطن، تمارين سهله. هاي التمارين تفيد دبل الانزلاق، للي مسوي عمليه مال فتق او عمليه مثلا جايبه وترد تسوي تمارين مال بطن. هاي التمارين سووها يوميا، والجمعه ريست. اهم فقره ارجع واكرر، اسد الحلق حتى اشوف نتيجه.